بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي، أهلا وسهلا بيكم. النهاردة أول فيديو معاكم هحللكم تمارين على الجذور التكعيبية من كتاب المدرسة تمارين 1-9. تعالوا معايا كده نبص مع بعض ونشوف أول مسألة. أول مسألة بتقول لي ضع في أبسط صورة الجذور الآتية. أول حاجة جذر تكعيبي 54. جذر تكعيبي 54 دي تعمل فيها إيه؟ قال لي يا أستاذ تحللها لعددين، واحد فيهم يخرج من تحت الجذر والتاني يستنى. طب ال 54 تحلل كام؟ 27 في 2. اشمعنى 27 في 2 يا أستاذ؟ عشان 27 تخرج بكام؟ ب3. جذرها التكعيبي 3 وتسيب جوه كام؟ جذر التكعيبي للاتنين. يبقى ابسط صوره للجذر 54 هو كام؟ هو 3 جذر تكعيبي 2. واحده بيقول لي جذر التكعيبي لسالب 1000. طب اعمل فيها يا استاذ؟ قال لي حاضر. في سالب تحت الجذر التكعيبي ولا لا؟ يخرج بره. طب ال1000 جذره التكعيبي كام؟ يعني ايه العدد اللي اتضرب في نفسه 3 مرات يدي 1000؟ هو ال10. يبقى الجذر التكعيبي سالب 1000 كام؟ سالب 10. تمام يا حبايبي؟ تالت واحدة. طبعا الكلام ده مشروع قبل كده، أنا بحل التمرين مباشر. جذر تكعيبي ل 128 بيساوي كام؟ احلل ال 128 لعددين، واحد منهم يخرج من تحت الجذر والتاني يستنى. دائما وابدا اللي هيستنى يا حبايبي هيكون يا اما 2 يا اما 3 يا اما 5، عدد بسيط مش كبير. ال 128 دي 64 في 2. طب ال 64 دي حلوه يا استاذ ولا وحشه؟ لا ده جميله. ليه؟ عشان جذرها التكعيب 4 ويبقى تحت الجذر كام؟ 2. يبقى الناتج النهائي بتاع الجذر التكعيبي 28 هو 4 جذر تكعيبي 2. نروح بقى لرقم 4. رقم 4 بيقول لي جذر تكعيبي ل 2216 سالب 216. سالب 216 دي تطلع ازاي؟ الجذر التكعيبي اللي فيه سالب ولا مفيش؟ فيه سالب، يخرج بره. وال 216 ديت جذرها التكعيبي 6. المسألة اللي بعدها بتقول لي جذر تكعيبي ل 1715. نعمل فيها ايه؟ دي بقى عايزه تحليل بقى، دي عايزه تحليل. نحللها ازاي؟ قال لك خدها كده على جنب في الهامش وحللها. 1715 نقسم على كام؟ اولها 5 يبقى اقسم على 5. طالما اولها 5 اقسم على 5. 17 على 5 فالكام؟ فال3. 3 في 5 ب 15 اتبقى 2، حطها هنا يبقى 21. 21 على 5 فالاربعه. 4 في 5 ب 20 اتبقى 1. 15 على 5 فال3. طلعت 343 في كام؟ في 5. يعني الجذر 1715 دي لو حللتها هتطلع 343 في 5. طب ال 343 دي جذرها كام التكعيبي؟ جذرها التكعيبي 7. ويتبقى مين تحت الجذر؟ يتبقى جذر تكعيبي للخمسة. يبقى الصف بتاع العدد ده تحت الجذر التكعيبي هو 7 جذر تكعيبي للخمسة. المسألة اللي بعدها جذر تكعيبي 686. جذر تكعيبي 686. 686 نفس الطريقة هحلل برضه. هاخدها على جنب كده واقول 686 على كام؟ على 2 عشان ده بدأ بعدد زوجي. 6 على 2 فال3، و8 على 2 فال4، و6 على 2 فال3. برضه طلع 343. تبقى 343 في كام؟ في 2. نحطها كده تحت الجذر التكعيبي مبسطة. 343 في 2. 343 تطلع بكام زي ما قلنا في المسألة اللي قبلها؟ تطلع ب7. ويتبقى تحت الجذر كام؟ 2. يبقى الصافي 7 جذر تكعيبي للاتنين. تمام؟ نروح بقى للتمرين الثاني برضو في نفس التمرين اللي معانا. اوجد ناتج كل مما ياتي في ابسط صوره. اول واحده بيقول لي جذر تكعيبي 125 ناقص جذر تكعيبي 24. نعمل فيها ايه دي يا حبايبي؟ الجذر تكعيبي 125 دي منتهيه، جذرها 5. خلاص منتهيه، الخمسه في نفسها 3 مرات ب 125، مش محتاجه تحليل دي. طب وال 24 ملهاش جذر تكعيبي، امال انا بعمل فيها ايه يا استاذ؟ قال لي حللها العددين. مين كام في كام؟ 8 في 3. 8 في 3 بكام؟ ها؟ ب 24. طب ال 8 حلوه ولا وحشه؟ ايوه تخرج ب 2. واحد كان يقول يا استاذ ما كنا نحللها 4 في 6. اقول له 4 في 6 نعمل بيها ايه؟ ولا الاربعه لا جذر تكعيبي ولا ال6 لا جذر تكعيبي. واحد تاني يقول له كنا نحللها 12 في 2. اقول له برده ما تنفعنيش، ولا ال 12 لا جذر تكعيبي ولا الاثنين لا جذر تكعيبي. يبقى لازم احلل لعددين واحد فيهم يخرج من تحت الجذر. 5 تنزل، ال8 تخرج بكام؟
باتنين، ويتبقى تحت الجذر كام؟ تحت الجذر تكعيبي 3. طيب كده انتهت على كده ليه؟ ومحدش بقى يقول لي 5 ناقص 2 تساوي 3، لان الخمسه دي حد مختلف تماما عن 2 جذر تكعيبي 3، يبقى استنى المساله زي ما هي كده. 5 ناقص 2 جذر تكعيبي 3. طيب اللي بعدها جذر تكعيبي 250 ناقص جذر تكعيبي 128. يلا نحلل. ال 250 دي هتبقى كام؟ 125 في 2 تحت الجذر التكعيبي، وال 128 اللي كنا عاملينها من شويه كانت معانا 64 في 2. لاحظ ان ده هيسيب 2 وده هيسيب 2، هتبقى حدود متشابهه. ال 125 تخرج بكام؟ بخمسه، وتسيب تحت الجذر كام؟ 2. وال 64 تخرج بكام؟ باربعه، وتسيب تحت الجذر 2. يبقى دي 5 جذر 2 ودي 4 جذر 2 بس بالسالب. اطرحهم من بعض بقى. لما اجي اجمع واطرح جذور بعمل ايه؟ باخد منهم جذر واحد بس، جذر واحد منهم، واعمل ايه؟ واطرح المعامل. دي 5 وده 4، يبقى الفرق كام؟ 1. ما اكتبش الواحد بقى، ما اكتبش الواحد، يبقى الصافي بتاعي جذر تكعيبي للاثنين مره واحده، ما اكتبش الواحد خالص. اللي بعدها بيقول لي جذر التكعيبي ل 2 على 5. الجذر التكعيبي ل 2 على 5، جذر تكعيبي 2 على 5 معايا يا حبايبي، في الجذر التكعيبي ل 4 على 25، في الجذر التكعيبي ل 4 على 25. الضرب بقى يا جماعه في الجذور مسموح بيه، الضرب والقسمه في الجذور مسموح بيها حتى لو كانت مختلفه. خد جذر واحد بس منهم واضرب في بعض، البسط في البسط والمقام في المقام. 2 في كام؟ في 4 ب 8. طب و5 في 25 ب 125. جميله قوي. ال8 تخرج من تحت جذر التكعيبي بكام؟ ب2. وال125 تخرج بكام؟ ب5. يبقى الناتج 2 على 5. 2 على 5. نروح لمسألة تانية. جذر تكعيبي ل3 ارباع، جذر تكعيبي ل3 على 4 على جذر تكعيبي 2 على 9. طب دي مسألة قسمة، نعمل ايه؟ لو انتوا فاكرين في الابتدائي كنتوا بتاخدوا ايه؟ بنقلب على الى في. الاولاني يتكتب زي ما هو، جذر تكعيبي 3 على 4 زي ما هو، وعلى تتقلب الى ايه؟ الى في. والجذر اللي بعده يتقلب بسط مقام ومقام بسط، يبقى 9 على 2. بعد ما كان 2 على 9 يبقى 9 على 2. واضرب بقى عادي، يبقى مسألة القسمة تحولت ضرب، مقابل ان انا اللي بعد على قلبته بسط ومقام، جبت المعكوس الضرب بتاعه. يلا بقى ناخد جذر واحد منهم ونقول 3 في 9 بكام؟ ب 27. و4 في 2 بكام؟ ب 8. 27 8 دي جميله ولا لا؟ طبعا جميله. جميله ليه؟ دي تخرج ودي تخرج. ال 27 تخرج ب3 وال8 تخرج ب2، يبقى المساله انتهت على 3 على كام؟ على 2. نروح المساله اللي بعدها. بيقول لي نص جذر تكعيبي 56 ناقص جذر تكعيبي 7 على كام؟ على 27. على 27. نعمل ايه؟ النص بره زي ما هو المعامل. جذر تكعيبي 56 كام في كام؟ 7 في 8. 8 في 7. حلو 8 في 7؟ ايوه حلو، عشان 8 هتخرج وتسيب السبعة. ناقص 7 على 27. 7 على 27 دي مش هنعمل فيها حاجة. 7 على 27 تحت الجذر التكعيبي. ال8 تخرج بكام؟ تخرج ب2. يبقى النص اللي بره هيتضرب في الاثنين اللي هتخرج من ال8 ويتبقى جوه جذر تكعيبي للسبعه. ناقص ال27 اللي تحت دي تخرج بكام؟ تخرج ب3 بس تخرج مقام. طب يا استاذ ما فيش هنا حاجه، تخرج 1 على 3. لو ال27 دي في البسط كانت تخرج ب3، لكن هي في المقام تخرج بتلت، ويبقى جذر تكعيبي 7. نص في 2 بكام؟ ب1. خلاص ما يتكتبش. جذر تكعيبي 7 ناقص تلت جذر 7. المعامل دي 1 ومعامل دي تلت، اطرحهم من بعض يبقى تلتين جذر تكعيبي 7. تلتين جذر تكعيبي 7. ده بالنسبة للمسألة اللي قدام. المسألة اللي بعدها آخر واحدة في السؤال ده. نص جذر تكعيبي 10 في 6 جذر تكعيبي 100. طب نعمل ايه؟ ال10 ملاش جذر تكعيبي وال100 ملاش جذر تكعيبي. طب مسموح بالضرب يا استاذ؟ ايوه مسموح. تضرب المعامل في المعامل والجذر في الجذر. المعامل في المعامل والجذر في الجذر. طب نص في 6 بكام؟ نص في 6 ب3. نص في 6 بالآلة الحاسبة لو ما انتش عارف. طب جذر تكعيبي 100 في جذر تكعيبي 10 بجذر تكعيبي 1000. الله، خلصت؟ لا ما خلصتش. جذر تكعيبي ال1000 ده بكام؟ ب10.
يتضرب في المعامل اللي بره 3، يبقى 3 في 10 هتساوي 30. كده السؤال التاني خلص. كده السؤال التاني خلص. نروح للسؤال التالت معانا. بيقول إذا كانت ألف بجذر تكعيبي 5 زائد 1 والباء بجذر تكعيبي 5 ناقص 1، وعايز مني ألف ناقص ب، ألف ناقص ب الكل أس كام؟ أس 5. أجيبها له إزاي دي؟ قال لي تفتح قوس كبير شوية وتحط الألف بقيمته والباء بقيمتها، والناتج نبقى نضربه في نفسه كام مرة؟ 5 مرات. الألف بكام؟ الألف بيقول لي بجذر تكعيبي 5 زائد 1. قابلتني ناقص اهي ما بين الألف والب، أحط الناقص. الب بكام؟ بجذر تكعيبي 5 ناقص 1. جذر تكعيبي 5، ما اقولش بقى ناقص 1، اقول زائد 1. ليه زائد؟ عشان الناقص دي يا جماعه بتغير الاشارات اللي بتيجي بعدها. الناقص دي بتغير الاشارات اللي بتيجي بعدها. وابدا الم القوس كله عليه اس 5. خلوا بالكم. ابدا الم بقى. ادي جذر تكعيبي 5 بالموجب تروح مع جذر تكعيبي 5 بالسالب، يتبقى معايا كام جوه القوس؟ 1 و1 كام؟ 2. يبقى الاثنين دي مرفوعه لاس كام؟ لاس 5. تضربها في نفسها بالاله الحاسبه هتطلع ب 32. 2 اس 5 ب 32. طب طالب حاجه تاني؟ ايوه، طالب الف زائد ب الكل تكعيب. المره دي بقى الف زائد ب الكل اس 3. نفس الفكره. هعمل ايه؟ هحط الالف والب في قوس كبير اس 3. الالف بجذر تكعيبي 5 زائد 1 زائد الب بكام؟ بجذر تكعيبي 5 ناقص 1. اشمعنى ما غيرتش يا استاذ السالب دي في الاخر المره دي؟ عشان الاشاره اللي في النص كانت زائد. الاشاره اللي في النص كانت زائد، ما بنغيرش حاجه. نبدا نجمع بقى. الواحد بالموجب راح مع السالب 1، يتبقى جذر تكعيبي 5 وجذر تكعيبي 5 يبقوا كام؟ يبقوا 2 جذر تكعيبي 5، لان بجمع المعامل. 2 جذر تكعيبي 5 مرفوعين لاس 3. اضرب في 2 في نفسها 3 مرات هتطلع ب 8، وجذر تكعيبي 5 في نفسه 3 مرات هيطلع بكام؟ ب5. طلع العدد اللي تحت الجذر، يبقى الناتج النهائي ب 40. كده خلص السؤال الثاني. السؤال الرابع معانا بيقول اثبت ان جذر تكعيبي 128 زائد جذر تكعيبي 16 ناقص 2 جذر 54 بتساوي 0. اروح على الطرف الايمن واقول له الايمن بيساوي، الطرف الايمن بيساوي، طبعا الايسر بيساوي 0، لازم اشتغل في الايمن واصفيهم ويطلعوا له بصفر. جذر 128 بكام؟ جذر 128 دي بكام؟ انا مظبطها قبل كده. زائد جذر تكعيبي 16 برضو محللينها قبل كده، ناقص 2 جذر تكعيبي 54. جذر تكعيبي 164 128 ده 64 في 2، ال 64 تخرج ب 4، يتبقى جذر تكعيبي جوه للاثنين. وال 16 دي 8 في 2، ال 8 تخرج ب 2، يبقى 2 جذر تكعيبي 2. وال 54 27 في 2، 27 تخرج بكام؟ ب 3. 3 تضرب في الاثنين اللي بره تخليها سالب 6 جذر تكعيبي 2. كلها جذر تكعيبي 2 حدود متشابهه. 4 موجب و2 موجب اهم يبقوا كام؟ 6. ودي سالب 6، يبقى 6 جذر تكعيبي 2 ناقص 6 جذر تكعيبي 2 تحطهم مع بعض، دول معكوس جمع لبعض يبقى الناتج بصفر. يبقى انا ثبت له ان المساله دي بكام؟ بصفر زي ما هو عاوز. المساله الثانيه بتقول معايا كده يا حبايبي، جذر تكعيبي 54 برضو معروفه بكام؟ هقول لكم دلوقتي اهي، بجذر تكعيبي 27 في 2 عشان ما ننساش، في جذر تكعيبي 16. جذر تكعيبي 16 اللي هي بكام؟ اللي هي ب 2 جذر 2 عشان التمانية تطلع بره ويتبقى جوه 2. في لا دي على كام بقى؟ جذر تكعيبي 4 في 6 ب 6 جذر تكعيبي 4. سيبها زي ما هي كده. نصفي دول كده مع بعض. جذر تكعيبي 27 يخرج ب 3، يبقى 3 جذر تكعيبي 2 في 2 جذر تكعيبي 2. وعلى نقلبها إلى في، ونقلب دي تبقى 1 على كام؟ على 6 جذر تكعيبي 4. يبقى علامة على تتقلب إلى في، واللي بعد على بجيب له المعكوس الضربي، يعني بقلبه. لو هو بسط ومقام بقلبه. طب هي أنا ما كانش لها مقام، خليت لها أنا بسط 1 ونزلت ده في المقام. 3 في 2 بكام؟ ب 6 جذر تكعيبي كام؟ 4. العدد المعامل وضرب في المعامل. 3 في 2 بكام؟ ب 6. طب جذر تكعيبي 2 في جذر تكعيبي 2 بجذر تكعيبي 4. طب في كام؟ في 1 على 6 جذر تكعيب 4. تروح 6 جذر تكعيب 4 مع 6 جذر تكعيب 4 يطلع الناتج بواحد، وهو فعلا بيقول لي اثبت انها بتساوي 1. ده كان السؤال الرابع حبايبي.
بكده أعزائي المتابعين من طلبة سنة تانية إعدادي نكتفي بهذا القدر من الفيديو، وهكمل بقية التمارين بإذن الله في فيديو قادم مع بعض بإذن الله. تابعوني واشتركوا في القناة وفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد، واكتبوا لي في التعليقات محتاجين تحلوا أنهي تمارين في أنهي صفحة، وأنا أنزل لكم فيديوهات بيها بإذن الله موضحة توضيح كامل. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.